السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انا بقالي فترة كده مختفية، بس راجعه لكم بقى النهاردة بفيديو جميل وحلو. بصوا بقى هيعجبكم قوي قوي النهاردة. والنهاردة بقى هنخلل مع بعض الليمون بطريقة سهلة وبسيطة. وطبعا بقى نستغل فرصة ان الليمون اليومين دول رخيص جدا. يعني ما شاء الله مالي السوق، والكيلو ب5 جنيه. يعني ما فيش احسن من كده ولا ارخص من كده يعني. فاحنا طبعا بقى هنشطر كده ونتشجع. ونقوم بقى يا حلوة انت وهي ايه، نعمل شوية مخلل حلوين كده. وناكلهم على طول. يعني احنا ما شاء الله هنعمل المخلل ده. مفيش 3 ايام او يومين بكتير قوي وهناكل منه، يعني مش هيتأخر معاكي ولا اي حاجة خالص. وهنبدأ بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا بقى احنا طبعا معانا هنا ما شاء الله كمية ليمون. دول حوالي 6 كيلو ليمون. طبعا انا جبت كمية حلوة محترمة، يعني لان احنا بنحب المخلل بقى، وبنحب بقى اي حد بقى الجيران وكده، اي حد عايز مثلا مخلل او كده بنديله. وما شاء الله يعني ايه، بنبقى مبسوطين وفرحانين كده لما حد يقول لنا مثلا عايزين مخلل من عندكم، او عايزين حاجة بقى حادقة كده نظبط بيها الاكل كده. فايه بتبقى بصراحة حاجة كويسة جدا. وبيبقى برضو البيت فيه خير وفيه حاجات حلوة، وفي نفس الوقت مش هتروحي تشتري مثلا المخلل بقى بمبلغ وقدره. فاحنا بقى هنستغل الفترة دي، وان احنا نجيب بقى الليمون بتاعنا، ونخلي شوية ليمون حلوين كده في البيت. فزي ما انتم شايفين بقى طبعا احنا جبنا الليمون. الليمون بقى اي حجم، كبير صغير كله في قلب بعضه كده عادي، مفيش مشكلة خالص يعني. طبعا احنا غسلناه كويس. وهنبدأ بقى نحطه في الحلة، ونحط عليه مية، ونحطه بقى ايه على النار. الليمون طبعا مش يعني مش هنخليه يتسلق للدرجة اللي هي، يعني بصي هنحطه بقى على النار. مش هيكمل حوالي يعني ايه، تو ما يبدأ ان هو يغلي. يعني بعد الغليان كده بحوالي 3 دقايق او 4 دقايق بكتيره قوي قوي هنطفي عليه. زي ما انتم شايفين بقى كده احنا غسلناه غسلة كويسة. ونزلنا عليه بقى ايه، حطيناه في حلة. حلة طبعا ألمونيا، ولو في عندك حلة نحاس يبقى احسن واحسن بصراحة. بس انا ما عنديش طبعا نحاس، فحطيت بقى في الألمونيا. زي ما انتم شايفين بقى كده الليمون بقى المية غليت عليه. بس انا طبعا هقلب بقى اللي تحت فوق واللي فوق تحت، بحيث ان هو ياخد نفس ايه درجة السليق بتاعت كله، يبقى زي بعضه. زي ما انتم شايفين بقى كده. بدأت بقى ان انا اقلب فيه كله. لان طبعا ما شاء الله كمية كبيرة، والحلة برضو يعني ايه مليانة على الاخر، فما فيش مكان يعني في بقى شوية ليمون كده على الوش. لازم ان انا اقلبهم برضو ايه، اغطسهم لتحت عشان ياخدوا نفس ايه السوا بتاع اللي فوق. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فطبعا الفترة دي الليمون طبعا يعني عشان رخيص، فاحنا هنستغل بقى ان احنا نجيبه في الاوان ده بالظبط، عشان قبل بقى ما ايه ما يبدأ ان هو يغلي وكده. لان طبعا انتوا عارفين من قبل كده كان الكيلو ب30 جنيه وب20 جنيه. انما في الايام دي حاليا ان هو ايه ده الموسم بتاعه اصلا. فبيبقى سعره بقى ايه خلاص كده تمام، 5 جنيه بكتير قوي. ممكن تلاقي حد بيبيع كيلو ونص ب10. فبرضه سعره حلو. زي ما انتوا بقى شايفين الليمون كده السلق خلاص، يعني ما كملش 4 دقايق على النار هو. طبعا قلبته كله في قلب بعض، وخد نفسه كله درجة السوا بالظبط. بالشكل اللي انتوا شايفينه بقى ده. طبعا عشان انا عايزه احدقه على طول، وان انا اكل منه على طول، فانا ايه هتخلص من الميه بتاعته، مش هسيبه في ميته. انا هبدأ اغير عليه الميه ايه على طول. يعني بص الليمونه ماسكه نفسها ازاي حتى ايه بعد السليق اهي، عشان انا ما اتكتش عليها في السليق برضو قوي، عشان ما تفتحش مني برضو وما تبقاش حلوه وبتتهري بسرعه برضو في الملح. فهي كده ماسكه نفسها وفي المرحله الكويسه جدا. معايا بقى طبعا هنا ايه الشطه الخضراء، انا جايباها برضو على جنب كده. بالشكل اللي انتوا شايفينه بقى ده. انا عندي الشطه ديت مع بعض كده نوعين، اللون اللي هو الاخضر الغامق اللي في ايدي ده اصلا شطه يعني ايه حاميه شويه، يعني حراقه شويه. انما النوع الفاتح ده شطه برد خالص. فانا ايه مخلطه من ده على ده، بحيث ان ايه اللي عايز شطه حاميه بقى ياكل، اللي عايز برد ياكل. دي تبقى حريه يعني. زي ما انتم شايفين بقى كده كميه الشطه برضو جايباها كميه حلوه، بحيث ان انا اعمل بقى شويه برطمانات حلوين كده محترمين، يقضونا برضو فتره طويله. بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا انا مش هحتاج للمخلل اي حاجه خالص، غير هي الشطه اللي هي الهريسه دي، زي ما انتم شايفينها اللي احنا عاملينها في الكبه مع بعض قبل كده. دي اللي انا هحتاجها بس، وهحتاج ملح.
مش هحتاج اكتر من كده اي حاجه، مش هحط عليه اي حاجه اكتر من كده. يعني هو الشطه الخضراء والليمون، ومعايا الملح والشطه اللي هي الحمراء التانية اللي هي المتخرطه دي. طبعا برضو الفتره دي في شطه موجوده برضو في السوق، بنجيبها برضو ونعملها في الموسم بتاعها، بتكون اسعارها متهاوده شويه. بنجيبها برضو ونحطيها بقى، ممكن تخزنيها في برطمانات، تخزنيها في اكياس تخزين، وتحطيها في الفريزر، بتقعد معاكي وقت طويل جدا. معايا بقى طبعا الليمون. انا الليمون ده انا على مدار اليوم كده فضلت اغير الميه بتاعته، ممكن كل ساعه كل ساعه اغير الميه بتاعته، بحيث ان هو ما يبقاش فيه اي مراره خالص، ان احنا برضو ناكله على طول. معايا بقى الليمون، وحطيت عليه الشطه الخضراء اللي احنا هنخليها معاه، ومعايا الشطه الحمراء. ومعايا بقى هنا ايه، البرطمانات بتاعتي بقى انا غسلاها ومنضفاها هي تمام، ومجهزاها ايه ان انا هنزل بالليمون بقى على طول. طبعا انا هقلب بقى كل ده مع بعضه كده، الليمون مع الشطه الحمراء والشطه الخضراء كده بالشكل ده، يبقى كله مع بعضه. وهبدأ اعبي بقى البرطمانات بتاعتي. انا بعبي دايما البرطمانات الاول، وبعد كده بقى انزل بالميه بقى اللي هو محلول التخليل بقى اللي احنا هنعمله. طبعا زي ما انتم شايفين بقى بالشكل الجميل ده. فمش عايزه اقول لكم يعني كان الواحد عايز ياكله كده وهو ني بصراحه يعني، لان طبعا غسلته كتير فما بقاش فيه مراره خالص. فما شاء الله يعني ما فيش يومين كده وكلنا منه على طول. طبعا بقى احنا ايه ملينا البرطمانات بالشكل اللي انتم شايفينه بقى ده اهو. برطمانين ما شاء الله حلوين، حجمهم حلو جدا، كبار ما شاء الله. واخدين يعتبر 6 كيلو ليمون، وواخدين حوالي 3 كيلو برضو شطة، يعني كمية ما شاء الله كبيرة. معايا بقى طبعا هبدأ احضر بقى المحلول الملح اللي احنا هنخلل فيه الليمون. طبعا انا جبت معايا هنا الملح، حطيت الملح، وهنزل بقى بمية. المية يا ريت تكون من الفلتر، يعني مية مفلترة بتبقى احسن من الحنفية، وبتحافظ على المخلل بتاعي وقت اطول، وفي نفس الوقت ما بتخلوش بقى يعمل ريم او يريم والكلام ده، يعني يفضل معاكي ايه بطبيعته كده، ما فيهوش ريم ولا اي حاجه. انا حطيت بقى الشطه الحمراء برضو متخرطه عليها، وزي ما انتم شايفين مع الملح والميه، مفيش اكتر من كده. وهقلب بقى كل ده مع بعضه، وهبدا بقى ان ايه اسقي بيها المخلل بتاعي. فاحنا نحاول الفتره دي نستغل اي حاجه موجوده في السوق يكون سعرها بسيط. نخلي مثلا لو في مثلا ليمون، في شطه، في اي حاجه من الحاجات دي كلها موجوده. يعني هو طبعا انتوا عارفين بيبقى مواسم، يعني في مواسم طبعا الخيار السنه دي احنا معرفناش بصراحه نخلي الخيار السنه دي خالص، لانه زي ما انتوا عارفين الخيار السنه دي مش كتير، وفي نفس الوقت غالي، وفي نفس الوقت برضو مش حلو. يعني رغم ان موسم الخيار الفلاحي دلوقتي، بس طبعا مش موجود برضو بالدرجه اللي انتوا فاهمينها، مش زي كل سنه. فاحنا السنه دي معرفناش بصراحه نخلي مخلل الخيار خالص، يعني ممكن يكون خليناه مره في الاول كده تفاريح كده بس، وكلنا منه برضو على طول، فما خليناش تاني. فدلوقتي المتاح حاليا بقى الشطه الخضراء والليمون. ده كله متاح حاليا، يعني نجيبه بقى ونخلله، وبيقعد طبعا معانا ما شاء الله من السنه للسنه، وممكن ازيد من السنه كمان. يعني انا كان عندي برطمان ما شاء الله بقاله حوالي يجي سنه ونص، وزي ما هو ونفس الشكل وجميل جدا ما شاء الله، ما تاثرش باي حاجه. فانت اعملي وما تخافيش وما تقلقيش، يعني ايه هيفضل معاكي محتفظ بلونه وشكله وطعمه فتره طويله جدا. طبعا بقى انا سقيت كده البرطمانين بتوعي، مش هعمل اكتر من كده. انا طبعا ما حطيتش بقى اكياس على وش البرطمان وقفلته والكلام ده، لا، لان احنا اصلا هناكل منه على طول. زي ما انتم شايفين بقى كده البرطمان بتاعي ما شاء الله يعني اتملى بقى ليمون وشطه وخلاص كده. حطينا بقى ميه التخليل بتاعته، والملح بتاعه اهم حاجه الملح يبقى مظبوط. لان طبعا الملح لو مش مظبوط هيبدا البرطمان يعمل معاكي فوران كده ويفور ويوقع ميه في الارض والكلام ده ويدهولك الدنيا. لا، انت لازم تظبطي الملح بتاعه، هيديكي نتيجه حلوه ونتيجه ما شاء الله كويسه جدا. المخلل بقى زي ما انتم شايفين خلص كده، وبقى ما شاء الله حلو جدا. فانا عايزاكم بقى تقوموا بقى تتشجعوا كده وتجيبوا شويه ليمون وشويه شطه حلوين وتخللوهم، وطبعا هيبقى اوفر بكتير من بره. فاحنا ان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير في برضو سلسله مخللات، وان شاء الله يعجبكم.